عاوز تخرب بيتك، مفيش بنت رضيت تتجوزك، انت عديت ال40، هي الوحيدة اللي رضيت بيك يا شيخ، اتقي الله وحرام عليك، مراتك زي النسمة، دي خسارة فيك. دي كانت رد حمات الزوجة لما فضفضت معاها على اللي حصل من ابنها من بعد جوازها، واكتشفت السبب في تأخر جوازه. اللي عرفته كان صادم ليها، ولما طلبت تنفصل قال لها مش هسيبك تتجوزي غيري. عاشت الزوجة أسوأ أيام حياتها، لكن لا حنية حماتها نفعتها ولا وقفة أبوها ليه خوفته. قررت تخلعه وتطوي صفحته دي من حياتها خالص. اللي اكتشفته ما كانش واضح قبل الجواز، رغم ان فرق السن ما بينهم كان كبير، لكن قالت السن مش كل حاجة. فيا ترى حكايتها ايه؟ تابع معايا الفيديو للآخر واعرف كل التفاصيل. أنا ما كملتش 10 شهور جوازي كان صالونات ومبني على عقل أكتر من القلب. هو كان موظف في شركة خاصة وميسور الحال ومن عيلة ليها تقلها، ولما جه يتجوزني كان عدى سن ال40 وأنا أصغر منه ب13 سنة. في البداية كنت مستغربة إزاي لحد دلوقتي ما اتجوزش واتأخر كده، رغم كل المميزات اللي عنده تتمناها أي بنت. لكن بقيت أطرد أي فكرة خاصة بموضوع سنه في دماغي، مش مهم السن، المهم الراجل اللي هعيش معاه. وفعلا اتجوزنا، وبعد الجواز بكام يوم بدأت تبان عليه أعراض عرفت من خلالها ليه اتأخر في جوازه لحد ما عدى سن ال40. جوزي كان عنده وسواس وكمان شكاك، كان إنسان مش سوي، مش طبيعي حقيقي، تصرفاته وردود أفعاله غريبة. الخلافات بينا بدأت بعد شهر ونص من الجواز بس، كنت لسه عروسة وجم قرايبي يزوروني ومعاهم ولادهم الشباب. سلمت على ولاد خالي، اتهمني ساعتها إن واحد منهم مسك إيدي جامد، وطول القعدة ما كانش على بعضه ونظراته غريبة. ولما مشي فضل يقولي إن في حاجة بيني وبين ابن خالي وإن كنت على علاقة بيه. في البداية قلت مراته وبيغير عليا وحقه، خاصة اني صغيرة عنه بكتير. عشان ما زعلوش مني قررت لساني مش هيخاطب لسان اي راجل غيره ولا هسلم على حد، ومعاملتي بقت كلها جافة لولاد عمي اللي اتربيت معاهم يعتبروا اخواتي اصلا. لكن برضو ده ما عجبوش ولا قدر اللي عملته عشانه، والموضوع اتطور معاه وزادت اهاناته ليا. حاولت امتصاص غضبه كتير لحد ما قررت احكي لامه. هي كويسة جدا معايا وطريقتها محترمة، ست تتحط على الجرح يطيب، هي عارفة ابنها كويس. ولما سمعت مني اتضايقت جدا وكلمت جوزي وقالت له انت عايز تخرب بيتك ولا ايه؟ مفيش بنت رضيت تتجوزك من شكك. حماتي رضتني وقالت لي كام نصيحة كده اتعامل معاه ازاي ومن ده يعني، لكن للأسف مش نافع معاه اي معاملة. يوم عن يوم تصرفاته وردود افعاله بتقفلني منه، فحماتي قالت لي لازم تأدبيه ويعرف ان الله حق. استغربت وقلت لها ازاي؟ قالت لي تلمي هدومك وعلى بيت اهلك، هو مش هيتعدل الا بالعين الحمراء. وفعلا عملت كده ورحت عند بابا، لكن ما حكيتش اي حاجة ولا يعرفوا اللي بينا. انا لاخر لحظة كنت اصيلة ومحافظة على بيتي من الخراب على امل ان ينصلح حاله، وفعلا جه البيت وكنت فاكرة جاي يصالحني ويراضيني ويرجعني. لكن للاسف اتصدمت لما جه وقال لبابا بنتك مش محترمة، وبدأ يحكي قصص وحكايات ما حصلتش ويسيء سمعتي قدام أهلي. فصرخت في وشه وقررت أحكي لهم كل اللي حصل ما بينا واللي عملوا فيا بعد شهر ونص من الجواز، وإن والدته هي اللي طلبت مني أأدبه وأسيب له البيت. ساعتها ما كانش قدامي حل غير إني أنفصل، لا يمكن أعيش معاه دقيقة واحدة على ذمته. إزاي يقول عليا الكلام ده ويشك في أخلاقي؟ لكن للأسف رفض يطلقني وقال مش هسيبك تتجوزي غيري. عشان كده قررت أخلعه. الزوجة دي ما لاحظتش أي ريد فلاجز طول فترة خطوبها، رغم إن سنه كبير وأكبر منها ب13 سنة، لكن كانت بتتجاهل التفكير في النقطة دي، خاصة إنه أكيد كان عامل لها البحر طحينة في البداية وعارف يجيب رجلها كويس جدا، مبرره بيحبها وبيغير عليها، لكن هو في الواقع شكاك. طبيعي لما سن الراجل في الجواز يتأخر بالشكل ده أكيد ده بيثير الجدل والخوف عند بنات كتير، أما إنه يكون له تجارب كتير زي ما بيقولوا كده مقطع السمكة وديلها، أو يكون عنده خوف من الارتباط، أو بيعاني من أزمة نفسية معينة زي الزوج ده، ومن تجاربه العاطفية السيئة اللي شافها طول حياته أثرت فيه. بس الأكيد إن في ناس طبيعية وسوية كتير وبيسخروا حياتهم كلها للشغل وبينسوا احتياجاتهم العاطفية وجوازهم. فلازم كل بنت تفرق بين اللي اتأخر في جوازه واتأخر ليه،
ولا انتوا ايه رأيكم؟ شاركونا في رأيكم بالتعليقات.